هاي دقة من دقات أمريكا الناقصة. سنة 1944 تجتمع 44 دولة بمدينة بريتون وودز وسووا اتفاقية اسمها بريتون وودز. شنو نصها؟ تقول هاي الاتفاقية كل دولة تحدد قيمة ثابتة لعملتها بوزن ثابت من الذهب أو الدولار، مع تعهد من أمريكا إنها ملزمة تشتري أونصة الذهب ب$35. وبناء على هذا الكلام الدول حولت مخزونها الدولار، وهنا بدأت لب القصة. مع دخول أمريكا حرب فيتنام بدأت أزمة الدولار وأزمة البطالة بذاك الوقت. طبعا أمريكا ما حد يأمن لها يا عزيزي، راحت وطبعت الدولار بكيفها. وبيوم من الايام قررت فرنسا تطلب من امريكا تحول الدولار اللي عندهم الذهب. هاك عزيزي دولارك وطيني ذهبي بنفس التسعير المتفق عليه. وهنا الرئيس نيكسون تنهد وقال يا ذهب يا دولار. وبال71 طلع نيكسون وقال امريكا غير ملزمه تاخذ منكم الدولار وتحول الذهب مره الاخ. طبعا هذا نيكسون انقص من ترامب، وهاي تعتبر اكبر عمليه نصب بالتاريخ، وبسببها صعدت قيمه الدولار واهميته. اني القصخون انشر قصص منوعه، لا تنسى اللايك والمتابعه.